في 3 افكار بس هتخليك تعيش في فخ عقلك. عايز اقول لك ان عقلك ده هو اداة قوية جدا، بس ساعات بتكون اكبر عدو ليك. فتعالى بقى اعرفك على اكتر 3 افكار هتلاقيهم دايما في دماغك لو مش فاهم نفسك كويس. واول فكرة معانا انا مش كفاية، ودي من اكتر الافكار السامة اللي بتخليك تقتل حلمك وتخليك تشك في نفسك. وتاني فكرة مفيش وقت اتعلم. مش من المعقول انك تقول كده، لان احنا في زمن مليان بالفرص وكل يوم بيجي مع فرصة جديدة للتطور. الفكرة الثالثة والاخيرة، كل حاجة لازم تبقى مثالية علشان ابدأ. عايز اقول لك بقى ان التفكير ده بيخليك تقف مكانك وما تتحركش، لانك دايما هتدور على الكمال، واللي مفيش حد وصل له في العالم ده كله غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا قالها لك ووضحها لك، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الايه دي بتاكد لك انك لو مش هتقدر تغير افكارك السلبيه مش هتقدر تغير حياتك. ابدا دلوقتي واكسر الفخ ده، وقف افكارك السامه وفكر بشكل ايجابي.